بالنسبة لتأمين السيارات، الأصل أن التأمين غير التكافلي، التأمين العادي الأصل أنه قمار، هذا التأمين لا يجوز، محرم، وأنه نوع من أنواع القمار، لأنه مرتبط بالقدر. تدفع أنت مثلا 20 دينار أو 30 دينار حسب المبلغ اللي تدفعه، تدفع مبلغا معينا، مرت السنة بدون أي حوادث، راحت عليك وربحت هذه الشركة. لنفرض نحن الآن في المسجد الآن تقريبا نصل إلى 200 تقريبا أو أقل، المهم خلينا نقول 200 مع النساء، يلا نحن الآن في المسجد قريب من 200 الآن. لو كلنا عملنا هذا التأمين، كل واحد دفع له 20 دينار، كم 20 في 200؟ ها؟ 4000 دفعنا 4000 ولا واحد فينا سوى حادث، لا الحمد لله، 4000 خذتها الشركة سلامات، ماكو أي جهد بذلوه ولا شيء، خذوا 4000 منه، صحيح؟ نفس الشيء السنة اللي وراها، السنة اللي وراها، افرض في إحدى السنوات 7 8 10 عملوا حوادث، خسروا الشركة 200 300 400 دينار، لكن هم الشركة شنو؟ ربحانة. سنة من السنوات كلنا سوينا حوادث تقول لا تفاول علينا، كيفكم؟ حادث جماعي طيب كلنا سوينا حوادث، فنأتي الشركة الآن قامت تطق على راسها، الآن خسرانة، احنا دفعنا لها 4000، الآن سنأخذ منها كم؟ يمكن 8 أو 9000. فالقضية متعلقة بالقدر، صار حادث غلبتهم، ما صار حادث غلبوك، هذا يسمى مصائب قوم عند قوم فوائد. فهنا إذا صار حادث أنت تغلبهم، إذا ما صار حادث هم يغلبونك. فهذه قضية قمار بينك وبين الشركة، من يغلب الثاني والعياذ بالله. فهي لا تجوز التأمين لا يجوز هذا بهذه الصورة. لما جاء التأمين التكافلي وقالوا لا، نحن هذا التأمين التكافلي عبارة عن أن يتكافل مجموعة من الناس، مثل نحن الآن لو قلنا يا جماعة الخير كل واحد فينا يحط 20 دينار سنويا على سبيل التبرع، وجمعنا هذا المبلغ عند سعدون مثلا، هذا المبلغ كله عندنا سعدون، أي واحد فينا يسوي حادث احنا متبرعين له، تصلح له من المبلغ اللي عندك، وانت لست تاجرا وإنما مجرد تحفظ لنا هذه الأموال. مرت السنة وصارت الحوادث خلينا نقول ب2000 دينار، وإحنا كم دافعين؟ 4000 دينار، أخذ ال2000 وزعها علينا، قال بشركم ترى ما في حوادث إلا 2000، خذوا أعطياتكم. واللي استفاد من هذا بسبب تبرعنا له، احنا بذلنا على سبيل التبرع. مثلا أنا سويت حادث كلفني 200 دينار، أنا دافع 20، أخذت 180 منكم، أنتم كنتم متبرعين لي، هذا تكافلي، هذا ما في بأس، هذا حنا كل واحد فينا يساعد الثاني، هذا ما في بأس، هذا جائز. وأول ما بدأت شركات التكافل، أو أول شركة أذكر أنا لما بدأت، قالوا هذه طريقتنا، إن الزايد الرجعة للناس، زين، أو إن بدال ما نرجع لهم ننقص القيمة، إنك أول سنة سويت 20، السنة الجاية عندنا فاض 18 ادفع بس لك دينارين عندنا، وهكذا، وناخذ مبلغ جزء من المبلغ مصاريف مثلا، لكنها المهم شركة ليست ربحية، ليس تاجرا، وإنما يحفظ هذه الأموال ويصرفها على المساهمين فقط. فإذا كانت بهذه الصورة هذه جائزة ما فيها شيء، هذا هو التكافل، هذا هو النظام التكافلي. لكن يحدثني البعض، أنا ما عندي علم حقيقي في هذه الأمور، أن كثيرا من الشركات التكافلية بالاسم، لكن واقع الأمر تجار، وأيضا يعني قاعد يربحون بهالصورة، يعني نفس التأمين العادي. وأنا ما عندي فكرة حقيقية عن هذا الأمر، لكن إن كانت نفس التأمين الثاني هذه ليست تكافلية، وبالتالي حرام ما تجوز. وإذا كانت لا تكافلية حقيقية فهذه جائزة ولا شيء فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو فرضنا على القديم إن ما في شركات تكافلية، وإن التأمين إلزامي من الحكومة، ما تأمن مخالفة، زين، لازم تأمن ولا ما تسوق سيارة، لازم تطلع تأمين، هنا يكون الإنسان مجبرا على، لكن أيضا لابد أن تكون كارها، يعني لازم وانت تأمن وانت كاره، لأن قاعد تسوي شيء حرام لكن شنو؟
مجبر على هذا التأمين. لابد تستشعر الكراهية من الداخل انك قاعد تسوي شيء حرام لكنك مجبر على هذا الحرام، مو تسويه ولا بالبال ولا تهتم ولا كذا، لا تسويه وانت تكاره لهذا الامر، وليست متوقفة على هذا الامر. اعطيكم مثال اخر، يعني مثلا انسان يدرس برا خارج الدول الاسلامية مثل الدول الكافرة، ومضطر انه يفتح حساب في بنك ربوي لانه لا يجد بنكا اسلاميا مثلا يدفع ولا يقدر يحط فلوسه عنده، فلا بد يحطها ببنك ربوي، فما يصير يحطها يقول والله ما في غيره، شو اسوي؟ يحطها ما في مشكله، لكن خليك كاره من الداخل، مو ان الامر عادي ولا كأنك سويت شيء ولا لا، انت قاعد تسوي شيء حرام لكنك مضطر الى هذا الحرام. اين كراهيه القلب لهذا الامر؟ فلا بد ان تكره في قلبك. كذلك الامر بالنسبه لهذا الشيء. فلو فرضنا الان ان ما في شركات تكافليه وشركات التامين اللي هو القمار العادي، فهنا لا يجوز لك ان تاخذ اكثر مما دفعت. هم ياخذون منك، انت مجبر، اخذوا مني عليهم احاسبهم يوم القيامه. انا 5 سنين ادفع لهم 20 دينار مثلا او 30 دينار، قاعد ادفعها 5 سنين ولا سويت حادث، 100 دينار راحت علي، اطالبهم فيها يوم القيامه، اكلوا اموالي بالباطل. لكن لو قدر الله وانا سويت حادث، شوف ما قلت انت، قلت انا، زين افرض انا سويت حادث بعد 4 سنوات مثلا وانا دفعت لهم 80 دينار، اخذ ال80 بس، ما اخذ زياده. يعني سويت حادث ضد الغير مثلا، تكلف التصليح كم؟ كلف التصليح مثلا 200 دينار، ما اخذ من الشركه 200، اخذ منهم بس 80، لان انا دفعت لهم 80 بس، ما اخذ القمار اللي بيعطوني اياه، لان انا غلبتهم، لان صار لي حادث فغلبتهم، دفعت 80 واخذت اكثر. فلا تاخذ الا ما دفعت. واذا كنت والله دافع حق شركه ثانيه مغير، خلينا نقول شركه التامين، ما تاخذ من هذه الشركه الثانيه، اللي دفعت لهم تاخذه منهم بس، لا تاخذ شيئا غير ذلك. اما قضيه ان هو يتحمل، يعني اللي دعمته مثلا يتحمل جزء من التصليح مثلا، خلينا نقول قطع او غيرها يتحمل جزءا منها، هذا موضوع ثاني، هذا جائز ما فيها شيء ان شاء الله تعالى انه يتحمل، الا اذا اتفقتما في الشارع انت وياه ان بلا مغفر بلا كذا اصلح لك وانتهى الامر، هذا موضوع اخر وجائز ان شاء الله تعالى. يعني يا شيخ الحين مو ملزوم اصلح له؟ لا مو ملزوم، الا اذا قال لك صلح لي، ما نبي نروح شركات التامين وانت غلطان وصلح لي، صلح له. لا نروح تامين. اي لا صلح له احسن، الا اذا كان لك اموال عند شركه التامين وتصلح له وتعوضه. بس انا ما اتفقت معه، انا ما اتفقت اني بصلح له. قاعد اقول لك اتفق معه انك تصلح، عوضه خسارته، دام انت اللي غلطان 100%، يعني واقف وانت جيت ودخلت فيه. انا مو ملزوم اسويها، بس من باب يعني افضل. لا ملزوم شرعا. شرعا لا. اي ملزوم شرعا، مو ملزوم قانونا، لكن ملزوم شرعا. اي نعم.